لكل الناس وحبايبنا اللي طلبوا زبدة الفول السوداني بطريقة سهلة بسيطة سريعة، كمية حلوة جدا اقتصادية وموفرة جدا. والناس اللي بتحب زبدة الفول السوداني طبعا هي مغذية ومفيدة، وشايفين شكلها حلو وجميل ازاي. عملناها في 5 دقايق، مخدتش وقت ولا مجهود. معانا كوباية من فول السوداني، انا هديكم مقادير الكوباية. ده فول سوداني مقشر، اللي هو بنعمل بيه الحلويات، معلهوش طبعا ملح خالص. هتحطيه على النار لمدة 5 دقايق على نار هادية، وتقلبيه لحد ما يسخن كويس. بعد كده هتسيبيه 5 دقايق يتهوى من الحرارة الشديدة اللي هو فيها، وهننزله في الخلاط. كل كوباية من فول السوداني هننزل عليها 2 كبار من العسل الأبيض، وممكن تزودي وممكن تقللي، هنا اختياري حسب درجة السكر اللي انت عايزاها. وعليها 2 كبار من الزيت، وممكن الزيت يبقى زيت زيتون او زيت ذرة او زيت عباد. وممكن الزيت تزوديه كمان معلقة، لو هتلاقيه تعبك في الخلاط ممكن تخليهم 3 معالق كبار من الزيت، من 2 ل3 على حسب قوة الخلاط بتاعك. وممكن تضربي السوداني في المطحنة، وممكن في الخلاط، وممكن بالهاند بلندر. وهنحط عليهم رشة من الملح، وهنضربهم ونقلبهم في الخلاط كويس، ونوقف ونقلبهم، وبعدين نشغل تاني. وبعد كده هي طالعة سخنة قوي كده ملهلبة، هحطها في التلاجة شوية عشان تهدى، وهتشوفوا القوام وتشوفوا النعومة وتشوفوا الجمال. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك والشير والاشتراك والكومنتات، وعجبتكم ولا لا. شايفين شكلها حلو جدا ولونها وناعمة جدا ازاي، وعملناها بطريقة سهلة وسريعة.